خلاص كمل استخدام العلاج لين يخف الورم والالتهاب وارجع. طيب يلا. هيا ها مالك هدايا يا ولد، مالك تسحبها كأنها غنمة؟ أنا أحسن منها. دقدل عشانها لحالها. هذه بس تدلع دستي دقدولة تعالجها. مالك عادي خليها تدلع. وين وديتها عند دكتورة نفحصها ونبصر أين المشكلة؟ المشكلة إني سددها في عمرها 50 سنة وما تتقلعت ولا سن وما تتقلط أي سني. عادي يمكن هذاك ما كان يأكل جعالة، هذه تأكل جعالة من الجعالة يمكن. أين جعالة والله ما اشتري لنا أي شيء. اسكتي. أين اشتري لهم؟ ايش تشتري لهم طيب؟ طماط وبسباس وبصل وحيار وقصل. مالك هذه مكونات المطبخ مش جعالة. هذه مي جعالة، هذه أدوات المطبخ. خلاص يمكن عندها نقص كالسيوم. ها؟ قلشونات؟ أنا اشتري لهم قلشونات من القبل والصعيل أو يدخل لهم مرض من القلشونات. لا قصدي كالسيوم مكمل غذائي يقوي العظام ويقوي الأسنان. ماشي، احنا بدنا قوية من بيدنا عضلات. ناهي يا ولد طيب هداء لا تقولي يا ولد، أنا لسان. ايش عند الرسال؟ لا قولي لسان، شنو كلامك؟ أنا لسان. تمام ناهي والنعم بك، خلينا نبصر أختك. يعلم الله أنا رسلت الولد ما له تأخر كذا. يعلم الله على بنتي إيش سوى بها. الله يستر لا يكون سوى بها أي حاجة. رب يا حي يا قيوم رب. يلا افتحي فمش. بصمي. مالك ايش فيه؟ أول شي نتفق أنا أعرفكم للشعور شدوا عليا. أنا أعرفكم لا تقولوا أنا ولد أنا لسان. خلاص تمام ذا الحين ولا يهمك، نبدأ نفحصها وبعدين نفعل لك خصم 50%. خلاص 50%. لا تسعوا تقلبوا عليا. ولا نقلب عليك ولا شيء، خلاص 50% 50%. يلا تمام. يلا افتحي فمك. بصمي. مالك ايش فيه؟ ما يعرف 50%. خلاص يا ولد مالك، خلاص افحص هذا الحين ولا عاد تديلي حاجة، ابدأ افحصها أول حاجة. ولا حتى 1000. ولا حتى 1000. يلا افتحي. خلاص ما فيها ولا شيء وانت قلقتنا من اول. ولا شيء. يلا قومي. لا يعني مش قصدي يعني ما فيها شيء، ما فيهاش حاجة تدعي لي يعني للخطر ولا حاجة، تحتاج 3 جلسات وبس. 3 جلسات؟ احنا بمحكمة وإيش؟ لا قصدي 3 جلسات طبية أنا في العيادة. وبعدين نطلعها وبعدين ننشلها وبعدين ندحلها وبعدين نعلشها. ما عاد تشيل قومي عشان ما عاد أعالجها بالبيت. يلا قومي يا بنت قومي. لا فين تقوم ايش تعالجها في البيت طيب؟ شفت اللي هذا حق الساهي أدا أحطها بها ويكون ضيق شصع. قد العلم اتطور ما عاد زي حق زمان تحطي لها زري وتحياء. عادي اللي المتطور عندنا بحط لها سمنة ويسمح لها بليش. كانت سدديها كذا تحط لها تشرب سمنة ويسمح لها بليش. يا ابني ما ينفع هذا الكلام. لو ما نفع بقلع سدها بالكلبتين كان شدي يسويها كذا. يلا بن قومي. يا الله من فين جو لنا هؤلاء العيال؟ والله لو سمعت تبقي والله تصيحي. لا لطم اجلسي اجلسي. انا استقلع سنك. اقلع سن ابوه. احلق ابوه هذا
بعدين، بس عليك بعد اشرب بدون أن. يا بنتي ما عليك منه، كويس انه خرج عشان الآن نروح عند جارنا، اخليه يوديك عند الدكتور ويخلع سنك، خليكي ترتاحي. يلا هيا بعدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتورة شوفي لي ايش تحتاج البنت هذه. هذه البنت ما تقع لك. هذه بنت جارتنا جابتها امها لعندي، قالت اشوف مالها سنها وما ادري ما هذه. ايوه هي قد جت لعندي وانا فحصتها وقلت لاخوها هذاك المختل العقلين عاد متمسك بعادة زمان، قلت له كان في البدايه يحتاج مضاد حيوي بس وتتعافى ما في شيء. خلاص ولا يهمك يا دكتورة، اي حاجة تحتاج علي انا. خلاص الان تحتاج ان نكتب لها مضاد حيوي ولا يقع بها حاجه. يلا سابر. هيا. عمو أنا نفسي أن تكون أخي مش هذاك. الله يحفظك يا بنتي، انا اخوك، ما هو الذي تحتاجيه احنا مستعدين، احنا جيران وانا اخوك، اعتبريني اخوك. تمام؟ يلا هديك. الله يحفظك. أين هذا الفضول اللي زلهدي؟ أين؟ أي أختك؟ خلاص بس اسكت. لو هي أختك إنك عالجتها وإنك انتبهت لها، ما خليتها هكذا تتعب وتمرض وتتبهذل وانتهى بنفسنا لعند الدكتورة، فالدكتورة تعالجها وما تشتي لك ولا ريال. اللهدي اللي ما عصب ولا قلح راسه. هيا بنت. بنو أخو سنة ولا عمك محمد؟ صح إنك أخي، بس عمي محمد أطيب منك. خلاص في حد دعالي. خلاص بجي معك، لكن ما عاد تضربني. ولا شي دوتشوت أطلبك وهذا الرجال مرسوم أبوها. بتكون تلعب معي أيوة أكيد بلعب معك. وبتدرسني لما أنا قاعدة دكتورة. بدل شقوة